اهلا بيكم في مطبخ السعادة. ناس كتيرة في القناة طلبت نعمل الفول المدمس. احنا هنعمله بطريقة بسيطة جدا وسهلة. اول حاجة نحاول نجيب فول يكون يعني نوعه جيد، وبعد كده نبتدي نغسله كويس ونسيبه منقوع في مية حوالي من 3 ل 4 ساعات، وبعد كده نغسله تاني. وبعد كده هنجيب القدرة نبتدي نحط فيها الفول. يعني هو برضو ممكن نزود الكمية، كل واحد وعلى حسب رغبته. وبعد كده عندنا حوالي ربع كوباية عدس اصفر، ومعاه ربع كوباية فول مدشوش. نبتدي برضو نغسلهم كويس قوي. وكمية العدس والفول المدشوش دي على حسب الرغبة، وممكن نحط قمح برضو للي يحب. وبعد كده هنحط المية، تكون المية تملأ القدرة لغاية فوق. وبعد كده هنحط العدس والفول المدشوش، وزي ما قلت ممكن برضو نحط القمح، برضو كل واحد على حسب الرغبة بتاعته. ونحط كل الكمية وبعدين نبتدي نقلبهم بالشكل ده. وبعد كده عندنا طماطماية نحطها زي ما هي كده صحيحة، وبعد كده هنحطه على نار عالية بالشكل ده. وأول ما يبتدي يغلي معانا هنبتدي نوارب الغطا زي ما حضراتكم شايفين. ولما يغلي خالص معانا، يعني أول ما يطلع ريم على الوش بالشكل ده، هنبتدي نشيلها بالمعلقة واحدة واحدة. وبعد كده هنغطي عليه تاني ونحطه على السخان الكهربائي زي ما حضراتكم شايفين. ولو ما عندناش السخان الكهربائي ده، هنحطه على اصغر عين في البوتاجاز ونوطي عليه. وكل ما المية تنشف معانا نبتدي نزوده مية سخنة، ما نزودوش ابدا بمية باردة، نزوده مية سخنة. وتقريبا هياخد سوا من 3 ل5 ساعات بس. واهم حاجة لما نتأكد ان هو استوى، هناخد من تحت لفوق بالشكل ده عشان نتأكد ان هو استوى. وبعد كده هنطلعه في طبق التقديم بالشكل ده. وبيتقدم ممكن معاه بصل اخضر وطماطم وليمون وعيش بلدي مصري مثلا. وبعد كده هنرش عليه رشة زيت، وعندنا ملح وشطة وكزبرة كمون، كل واحد برضه على حسب الرغبة والذوق اللي بيحبه. نرش رشة من كل حاجة. وبرضه ممكن نعصر عليه نص ليمونة. وبألف هنا وشفا، أتمنى حضراتكم تجربوه، وإن شاء الله الوصفة تكون سهلة وسريعة وعجبت حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة بس على مطبخ السعادة. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. ممكن تتابعونا على مواقع التواصل الموجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.